اسمعوا لي اخر اخبار نادي ريال مدريد. بس قبل لا نبلش مثل العاده وكالعاده فضلا وليس امرا بتمنى منك متابعه، تابعني ومش راح تخسر اشي. كاريراس هو هدف ريال مدريد الاول، بس تدخل المان يونايتد عقد شوي من الصفقه، لانه المان يونايتد بيمتلك خيار اعاده الشراء ب 20 مليون يورو، وفي حال فشل ريال مدريد التعاقد مع كاريراس البديل راح يكون جريمالدو لاعب ليفركوزن الالماني. اي سي ميلان يدرس بجديه التعاقد مع مودريتش، وهناك تفاؤل كبير باتمام الصفقه، والعقد لمده سنه جاهز للوكا مودريتش اللي 90% راح يوافق على العرض. فابريزيو رومانو ريال مدريد مهتم بعز الدين وزان، وقد جرت محادثات اوليه لبدء الاقتراض واستكشاف امكانيه الصفقه، ولوكاس فاسكيز قريب جدا من التوقيع مع نادي اسبانيول. روديجير لن يغادر ريال مدريد وراح يجدد عقده مع النادي. اندري لونين يريد البقاء في ريال مدريد، وفيران غارسيا يرغب في البقاء في ريال مدريد، لكن في حال تعاقد ريال مدريد مع ظهير ايسر ومستقبل مندي قد يغيران من ذلك. وبرجع بذكركم مثل ما قلتها ببدايه الفيديو، تابعوني ولا تنسوا المتابعه. وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد.